السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد تاني في رمضان مع تحدي جديد، والتحدي ده يعني جامد جدا، متشوق ان انا اعمله جدا من زمان جدا، وهو تحدي اغاني سبيستون. وده يعني احنا هنجرب بقى نسمع اول نغمة كده او اول حتة في اغاني سبيستون، وهنشوف هل هنقدر بقى ان احنا نعرف الاغنية دي ولا لا. يعني حاجات نوستالجيا جدا. يعني شاركوني في الكومنتات تحت كام اغنية قدرتم تعرفوها وبتاع. هنحاول برضو نعمل سكور فوق، فهنشوف بقى مين فينا يحقق اعلى سكور في الناس اللي هتتفرج كلها. فمستعدين للتحدي؟ يلا بينا. صح، قبل ما نبدا يا ريت تنزل تعمل لك الفيديو لايك بتاعك، بيساعد جدا الفيديو يظهر الناس اكتر. فيعني اللايك بقى والشير والكومنتات والحاجات دي كلها هتفرق معايا جدا، يعني مجهود وبتاع، فعايز الفيديو يظهر الناس اكتر. وطبعا اشترك في القناه لو انت اول مره تتفرج عليا، ويلا بقى نبدا التحدي. بدايه غير موفقه. عظيم صغيرة لكنها دنيا من الآباء. مين ده؟ مين ده؟ نمر المقنع. ياه كنت بحبه قوي وانا صغير، بس ده من زمان قوي. تعال نشوف اللي بعده، ان شاء الله دي هنجيبها. فكروا فيها، انا عرفتها خلاص. طب ما قالوها كونان. طب ما المحقق كونان يبدو واثقا، يعني مفيش اسهل من كده، فهي كونان طبعا، يعني مش محتاجه فقاقه. اول بوينت. واخي البتاع سهل جدا. أمي ذكرى لا أنساها. الأغنية دي كانت تخليني أقعد أعيط كده، معرفش ليه. من زمن الأيام. يا سلام، كرتون أنا وأخي كلنا عارفينه. البوينت التانية أو ممكن تبقى هنا. هنا. رأيت الحقيقة خلف البصر، رسمت الحروف بعمق الحجر. رأيت الحقيقة خلف البصر، رسمت الحروف بعمق الحجر. أنرت الطريق. تقريبا ده دراجون بول، يا دراجون بول يا هزيم الرعد، بس هو غالبا دراجون بول. التالتة. ايه المزيكا غريبة دي؟ انا واختي اللي طلع في الاخر اختها فضائيه او امها تعمل حاجه كده. انا مش او جاي من الزمن، يعني كانت نهايه غير منطقيه خالص للكرتون. هيطلع انا واختي في الاخر. يعني اللي يتفرج على نهايه الكرتون ده يقول كانت نهايه غير منطقيه نهائي او انمي. ايه ده؟ هم حلوها باتمان، بس باتمان كانت بتيجي على سبيستون مش كانت ام بي 3 تقريبا. كانت ماشي، بس هو باتمان بتاع ده سهل جدا. احنا ممكن نشوف تحدي كمان بعده، يعني نصعب الدنيا شويه. قناع. كان القناع الاخضر ده اسمه ايه؟ الماسك ده، الرجل المقنع كان اسمه كده، القناع. يعني انا القناع الاخضر الرجل المقنع كلهم واحد. أبي أوصل أخواتي وأراح البال، لم يعلم أن معاناتي بدأت في الحال. أبي أوصل أخواتي وأراح البال. كرتون ايه ده؟ تقريبا كانت الست مشعر اصفر المربيه العيال ياما دي. كان اسمه ايه يا ربي؟ كان اسمه ايه؟ انا واخواتي. الكرتون ده متفرجتش عليه في حياتي، مشفتوش. لو حد شافه قولوا في الكومنتات تحت. بعض الأفعال غريبة واضحة وبها ليبة، تخطئ وتكون مصيبة وتصيب تصاب بحيبة. في يوم من
كان ينبوع الاحلام، كان على سبيس باور مش سبيس تون. ينبوع الاحلام عظيم، عظمه بينقط عظمه كده، من الحاجات العنيفه جدا اللي كنتوا لازم تتفرجوا عليها يعني. اللي مش هيعرفها يعني فاتوا نص عمره، ايه 3/4 عمره، بالذات الاغنيه دي. العزم انتفضت يمنى في هدوء الليل. رشا رزق، يا سلام، قناص. اللي اتفرج بقى على انمي هانتر اكس هانتر هيكره عيشته، ولا عداء لمحمود ابو اسماعيل، يعني من اسوأ النهايات في اي انمي في المجره. مسك في اذني من يمسح عن قلبي حزني، يرجعني خضراء اللون عشاشا للاطيار. الحديقه السريه، ده كان الواحد بيسهر له مخصوص عشان يتفرج عليه والله، او يرجع له من المدرسه مخصوص. المهم يعني كان بيجي في وقت رخم بس كنت لازم اتفرج عليه. الحديقه السريه، والواد اللي كان خنيق كده كان قموص وبتاع، بس البت ماري دي كانت لذيذه. ايه ده؟ ايه ده؟ اول مره اسمعها دي، ممكن اكون شفته بس لا. اسياد الشرق تقريبا ده جه بعد ما انا بطلت اتفرج على كرتون، مش عارف، اول مره اشوفه. بي بليد، لا بس كان ليه اغنيه تانية كانت احلى على ما اتذكر، كانت منصور، اللي هو اول بي بليد في الدنيا. ده بي بليد الجديد بتاع العيال الجديده، جيل الالفينات، لكن احنا جيل النحله والجو ده. ايوه هي دي. هي دي وسابق ولاحق، يا لو جابوها هنا هتبقى حاجه جامده جدا. بي بليد الجزء الاول بتاع منصور والواد علاء ايوه، لا ده مش هما كمان، ده كان الاحدث كمان. الواحد عنده زهايمر. كان اسمها كرة القدم حاجه كده. كان زين ملك النسور. ايوه كفوف شديد. كان اسمه ايه الكرتون؟ كان ليه علاقه بكرة القدم، كان اسمه ابطال الكرة يا باي، وسد وعامر ويا سلام. ده ون بيس برضه، سبيس باور مش سبيس تون. اطول تقريبا انمي في المجره اللي بيتفرجوا عليه دول الله يعينهم. هما بتوع كونان طبعا وصل 1000 حلقه تقريبا. وانا جبت كام نقطه وانتوا جبتوا كام نقطه؟ ايه الكومنتات؟ محدش يخم. ايه ده؟ اليكاع في كل مكان حول بعضكم لكنهم كالظلال، ترام العمل إن همكم حال لا تجزعوا بالراقب. ايه ده؟ اول مره اسمعها بس حلوه قوي، غالبا هيبقى كرتون جامد او انمي جامد. ايه يوكاي ويتش ده؟ ايه ده؟ حلمنا نهار عمل. نهايته اكتر حاجه ممكن تخليك تعيط في حياتك. وتبدينا الحياة أطواء في آخر النفق، شكله وحش جدا. تدعونا كي ننسى ألم عشناه. كان عاد الاصدقاء. اللي ما شافوش برضو فاتوا ياما كمية بؤس، هو وريمي خلوك تقطع شرايينك وتتفرج عليهم. معرفش ليه كانوا بيحطوا لنا واحنا اطفال. على جزيرة غريبة مثيرة أخذنا الموج ورسونا. معرفوش. سأروي قصتي أنا وعائلتي روبنسون كروزو واسمي.
ايه ده؟ كرتون ايه ده؟ ايه؟ فلونة ايه ده؟ ده جاي امتى على سبيستون ده؟ موكا صديق غالي. موكا يا بوي، كان ديناصور صغير كده ماسك شاكوش ولا مطرقة. موكا 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 موكا. ياه، تنين اخضر اللي كملوها معايا. موكا موكا برضه ما شافوش، فاتوا ياما في طفولته. ده هم نكون وصلنا لنهاية. بس كده. الفيديو ده من قناة مياس جيمر، علشان يعني هو الملكية وكل حاجة. قولوا لي بقى في الكومنتات تحت انتوا السكور بتاعكم كام وانا السكور بتاعي كام، لسه هنشوف دلوقتي. بس يعني نشوف بقى مين الجامد اللي سبيستوني بقى، قناة شباب المستقبل بقى، كلنا بقينا شباب اهو. وطبعا يعني انت وصلت لحد هنا فانزل اعمل لك الفيديو، طبعا اشترك في القناة عشان لسه في فيديوهات جامدة جدا جاية قريب، وطبعا في فيديوهات برضو جامدة جدا نزلت، كل ده هيفوتك لو انت ما اتفرجتش عليه. وطبعا يعني متنساش تتابعني على الفيسبوك، انستجرام، تيك توك، اللينكات كلها في الديسكربشن تحت. اشوفك الفيديو اللي جاي هيكون قريب جدا باذن الله. او لو عندكم افكار كده مختلفه بقى، نوستالجيا وبتاع، ممكن نتفرج على حلقه من مثلا ادغال الديجيتال. لو حد اتفرج على ادغال الديجيتال يعني كان حاجه عظمه، او ابطال الديجيتال طبعا يعني اعظم العظمات وبتاع، يعني قولوا لي في الكومنتات تحت. وممكن برضو نعمل حلقه عن كونان ونحاول نحل القضيه معاه، يعني في افكار ياما معانا. وبس بقى يعني طبعا ارائكم تهمني، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.